بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من دردشة طبية على السريع. طبعا النهارده هنتكلم عن يعني كل شوية يطلع لنا إعلانات على الفيسبوك وعلى النت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها عن افتكاسات واختراعات في العلاجات الطبية بما يسمى بعلاج الأعشاب وعلاج مش عارف بالطاقة وعلاج مش عارف بإيه وإيه. وكانت أحدث هذه الافتكاسات علاج بحاجة اسمها الجودوتشي أو النبات الهندي. وطبعا كاتبين في الاعلان صفحه اسمها الاخضر الهندي على فيسبوك، بيقول لك عاجل 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 لا للكورتيزون. ما اعرفش ايه اللي موقعهم يعني ايه اللي مضايقهم من الكورتيزون. بصراحه انا عامل كذا حلقه عن الكورتيزون، ان الكورتيزون ده ما هواش سم فران، الكورتيزون ده في الاخر دواء. يعني الكلمه الشهيره اللي بتزعل الناس، له ما له وعليه ما عليه. في ادويه الكورتيزون له يعني فوائد كتيره جدا، وفي بعض الحالات الطبيه لو ما خدتش الكورتيزون بتموت او بتدخل في مشاكل طبيه خطيره جدا. لكن طبعا له اثار جانبيه قد تكون اكتر شويه من بعض الادويه الاخرى، لكن مفيش دواء في الدنيا ملوش اثار جانبيه، ومفيش دواء في الدنيا ينفع يتاخد اصلا بدون وصفه طبيه وبدون متابعه طبيه مستمره من متخصص في المرض اللي بيتعالج ده. طبعا هو هنا بيتكلم عن الجودوتش ده، بيقول لك ان هو بيعالج حالات، هو طبعا ليه اسمين جودوتشي او جيلوي، لحالات مثل الذئبة الحمراء والصدفية والبهاق وبهجت وهاشيموتو وروماتويد، يعني تقريبا كل امراض الروماتيزم، وكأن الروماتيزم ده ملوش اهل يسألوا عليه يعني. ده هو تقريبا هنا بيعالج كل امراض الروماتيزم، المناعة، الروماتيزم، الروماتويد. طبعا احنا عارفين الفرق بين الاتنين، احنا مذاكرين كويس. الروماتيزم ده اسم التخصص يشمل جميع الامراض اللي بتصيب الجهاز العضلي الهيكلي، وجميع الامراض المناعية التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي كجزء اساسي منها. لا الام المفاصل والعظام، لا مش عارف الاعصاب الطرفية، ده برضه في الاعصاب والصدفية والبهاء والذئبة الحمراء. وقال لك مع الطبيعة مع الطبيعية بدون رجعة. طبعا يعني بعض الزملاء واساتذتنا في تخصص الروماتيزم، طبعا الكلام ده طبعا ضد الروماتيزم مباشره يعني، فمعظم اللي علقوا على الكلام ده كان من اساتذتنا وزملائنا في تخصص الروماتيزم. كتير منهم علق عليها بنوع من السخريه والتريقه والكلام ده، لكن انا دخلت فيها من ناحيه علميه برضو، قلنا نمشي معاهم للاخر وندور ايه هو الجلوتشي ده. طبعا لما تدخل على جلوتشي هتلاقي ان هو عباره عن نبات طبي او نبات يعني اسمه تينوسبورا كورديوفوليا، ده الاسم العلمي بتاعه. اساميه بقى الدارجه في كذا اسم، جورجو هارت ليف مونسند او جودوتشي او جلوي. وهنا بيقول لك ان هو عباره عن نبات عشبي، اصله من الهند فعلا، وبيستخدم في الطب العشبي او طب الاعشاب في بعض البلاد يعني بالذات في الهند. لكن لم يثبت له، لا يوجد، طبعا انا بترجم الكلام اللي مكتوب قدامنا في ايه، في الصفحه دي من ويكيبيديا. بيقول لك لا يوجد اي clinical evidence of the effectiveness of such treatment، يعني لا يوجد اي اثبات طبي مباشر كاثبات يعني لعلاج لاستخدام هذه النبات او لفائده هذا النبات في العلاج في الامراض اللي هو يدعى انها تعالجها. بيقول لك ان هو العشبة دي بتستخدم لقرون كتيرة جدا في الهند وغير الهند. وفي وقت الكورونا اللي هو من 20 ل 22 الكوفيد 19 ابيديميك، اللي هو جائحة كورونا اللي بدأت في 2020 بداية 2020 ويعني تقريبا بدأت تودع في أواخر 2022، استخدم الجلوي أو الجلوتش ده في كتقوية لجهاز المناعة عشان يقللوا التأثيرات الضارة للكورونا. لكن وجد ان في بعض الحالات اصيبت بالتهاب حاد، انا برضه بترجم الكلام المكتوب قدامنا، بعض الحالات اصيبت بالتهاب كبدي حاد في بعض الابحاث يعني في مومباي. وفي دراسة تانية برضه في الهند قالت ان في 43 عيان برضه جالهم التهاب كبدي حاد، لا يوجد له اي سبب باستثناء ان هم اخذوا هذا العشب. هو ما هواش برضو امن تماما، لانه احنا دايما الاعتقاد الشائع دايما ان الاعشاب امنه تماما. وانا في حلقه من دردشه طبيعه على السريع بتاعت واخيرا وصل اللي هو بتاع العلاج بتاع الكركمين والكلام ده للروماتويد، وقلت برضو ان الافيون عباره عن عشب والبانجو عباره عن عشب.
فكل يعني ليس كل عشب آمن، وساعات الأعشاب بتبقى لها آثار طبية أو آثار مدمرة على الصحة أكتر يمكن من الأدوية اللي احنا عارفين أصلها وفصلها وعارفين جرعتها بالظبط. ده طبعا موقع أصلا مؤيد لفكرة الجلوتشي وتأثيراتها الطبية. بيتكلم هنا إن هو بعض الاستخدامات للجلوتشي ده طبعا جايب كل حاجة تقريبا، جايب ميموري انهانسر تقوية الذاكرة، وأنتي كانسر مضاد للسرطان، وأنتي ايجنج مضاد للشيخوخة، ومقوي للمناعة، ومشاكل الهضم. طبعا جايب يعني تقريبا كل حاجة. لكن نلاحظ انه حتى الموقع ده اللي هو اصلا مؤيد تماما لفكرة العلاج بالجلوتشي ده ما حطش مراجع غير في كلمتين اتنين بس: انتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهابات زي الاسبرين مثلا، وانتي ستريس يعني مضاد للتوتر. فقط هم حاجتين بس اللي ليهم ارقام صغيرة على جنب، اللي هم يعني ليهم مراجع عند الموقع ده اللي هو اصلا من المواقع المؤيدة لفكرة العلاج بالعشب ده. هنا برضو ده بيبر في مجلة اصلا من المجلات اللي هي اصلا بتبحث في العلاج بالاعشاب، بتتكلم عن انه قد يكون لها بعض الاثار الطبية. طبعا الكلام ده كله معناه ايه؟ هتقول طب ما هو في ابحاث هي بتؤيد الكلام بتاع ان الجلوتش ده له اثار طبيه. هقول لك ما هو في مجلات وفي ابحاث بتبقى ابحاث ومجلات بير سلم. مش معنى ان البحث ده منشور في مجله في امريكا يبقى خلاص ده بقى القران المنزل يعني. احنا البحث لازم يكون في مجله محكمه، حاجه اسمها بير ريفيود، يعني مجله ليها مراجعين محترمين اساتذه في التخصص، وبيبقوا غير معلومين بالنسبه لصاحب البحث، ولا صاحب البحث هو عارفهم ولا هم عارفينه يعني، بحيث يبقى تحكيمهم تحكيم محايد تماما. وبيبقوا اكتر من واحد، لازم يكون على الاقل اتنين. ولازم بيبقى فيه معايير واضحه ان هو اشتغل ازاي وعمل البحث بتاعه ازاي عشان ينفي عن نفسه تهمه التحيز. وفي نفس الوقت البحث لازم يكون عشان يبقى كلينيكال ايفيدنس بقى في اثبات علمي على اللي بنقوله ده، لازم البحث ده يتكرر مره واثنين وثلاثه في اكتر من جامعه او اكتر من هيئه علميه، هيئه بحثيه، عشان نقول فعلا ان الدواء الفلاني مفيد للحاجه الفلانيه او مش مفيد للحاجه الفلانيه. وفي حاله تضارب النتائج ان واحد قال وواحد قال لا، بيتعمل حاجه اسمها ميتا اناليسيس، قصه كبيره جدا عشان نوصل لمرحله الاثبات العلمي ان في حاجه معينه تستخدم في علاج حاجه تانية او مرض تاني معين يعني. فمش اي بحث منشور في مجله بير سلم ما نعرفش اصلها من فصلها يبقى كده خلاص ده اثبات علمي. هنا احنا بنقول ان في بعض المجلات قالت ان في بعض التاثيرات، لكن ناخد بالنا برضو ان في ناس تانية قالت ان في مشاكل كتير حصلت من الجلوتشي ده. الخلاصة بقى في الكلام بتاعنا انه العلاج بالأعشاب عموما على عكس ما يظن الناس ليس علاجا آمنا بشكل كامل، وليس علاجا لكل شيء في الدنيا، ومفيش حاجة في الدنيا بتعالج كل حاجة في الدنيا. وأي حد يقولك إن أنا عندي علاج بيعالج كل حاجة ده يعني يبقى دجال بقولا واحدا. الحاجة التانية، احنا بنمشي في القرن الواحد وعشرين دلوقتي 2023، عيب قوي لما نبقى لسه بنتكلم في العلاج بالأعشاب وعلاج مش عارف الايه، وبننكر تماما فكرة الطب المبني على الدليل. كلمة evidence based أو medicine أو clinical evidence based medicine دي معناها الطب المبني على الدليل. زي ما قلنا من شوية بيبقى بحث واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وأحيانا أكتر من كده في نفس المجال بالظبط، في نفس المادة دي أو في نفس الدواء ده أو الطريقة العلاجية دي، اتعملت في أكتر من مكان في أكتر من سنتر عشان ننفي فكرة التحيز. ما جايز اللي بيعمل البحث يكون قابض من الشركة المعينة أو ليه مصلحة معينة في إنه يطلع نتيجة بالشكل الفلاني، لكن لما يكون في أكتر من باحث في أكتر من هيئة بحثية في أكتر من دولة كمان عملوا نفس البحث وطلعوا نتائج قريبة من بعضها، ده بيقوي البحث. وبيجي بعد كده اللي هو الجماعة بتوع الإيفيدنس بيزد بقى، بتوع الميتا أناليسيس أو اللي هم الإحصائي اللي ما بعد الإحصاء يسموه يعني، أو إيه ما اعرفش ترجمتها ازاي بالعربي يعني، اللي هو التحليل التحليلي، ان بيمسك الابحاث كلها اللي اتنشرت في الموضوع الفلاني ويعيد تحليلها احصائيا كلها عشان يقول لي الكلام ده منطقي راكب مع بعضه ولا لا، الابحاث دي مش راكبه على بعضها، او ان في نسبه تحيز او ان في شبهه فساد او شبهه تحيز في الكلام ده. وطبعا كلنا فاكرين الفضايح اللي حصلت في كورونا لما دواء اسمه الهيدروكسي كلوروكين طلع ترامب وقال انه ليه اثار مفيده جدا لعلاج الكورونا. طبعا ده بناء على بحث كان مضروب برضه في بير السلم في امريكا نفسها، وطلع بعد كده الكلام كله انه ده الباحث ده كان احد المحررين في المجله اللي هو نشر فيها البحث. وده طبعا ممنوع ان يكون الباحث
له اي سلطة ادارية في المجلة اللي بينشر فيها البحث، لا ينفع يكون مراجع للبحث بتاع نفسه، ولا ينفع يكون محرر في المجلة اللي بينشر فيها البحث. وكانت طبعا فضيحة علمية يعني كبيرة جدا، ويعني المجلة والباحث واللي يتشددوا لهم هم كلهم اتنفخوا يعني في أمريكا. وبرضه حصل بعض المشاكل هنا في مصر من بعض الباحثين ضربوا نتائج واتفضحوا يعني فضيحة المطهر يعني. فالبحث العلمي له قواعد صارمة جدا جدا، وكل ما هو خارج البحث العلمي يا ريت يعني ناخده بحذر. مش اي حاجه، صحتنا مهمه جدا، مش اي حاجه نشوفها على الفيسبوك نجربها، ومش اي علاج بالاعشاب يبقى اسمه علاج امن او علاج ملوش اثار جانبيه. ودي حلقه للاسف طولت شويه، ما كنتش عايزها تطول كده، من دردشه الطبيه على السريع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.